لو زهقتوا بقى من كل تتبيلات الفراخ وكل طرق الفراخ التقليدية اللي احنا متعودين عليها، تعالوا اقول لكم تتبيلة جديدة هتعجبكم جدا للفراخ، ومش هتندموا بجد لو جربتوها. طعم جديد بمزازة كده جديدة، بدت طعم مختلف جدا للفراخ، بكل المكونات موجودة في البيت، مش هنشتري اي حاجة من بره، بس ميكس مع بعضه ادى طعم رائع. بس لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي مريم ودي قناتي. لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لما تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. اول حاجة معايا هجيب بصلتين حجم وسط، وهقطعهم في الكبة، هفرمهم ناعم جدا. دي كده اول حاجة خالص معايا، انا عايزاهم مفرومين ناعم، مش قطع كبيرة او حلقات. ومعايا هنا بقى كمية الملح اللي انتوا هتحتاجوها، يعني قد ما هتحتاجوا للفراخ. يعني مثلا انا النهاردة عملت فرخة كانت وزن كيلو 300، حطيت عليها معلقة كبيرة من الملح، ومعايا معلقة كبيرة من المستردة، ودي يعني ضروري في وصفة النهاردة، لو تعرفوا ما تستغنوش عنها يكون أحسن. معلقة كبيرة من المستردة، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعايا عصير ليمونتين او 3 على حسب كمية المية اللي في الليمون، يعني دول كانوا مليانين مية، فده عصير ليمونتين بس. وادي التوابل بتاعتي معايا معلقة صغيرة مليانة من البابريكا والكاري والكركم، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل او الزنجبيل زي ما بتقولوا، ونص معلقة صغيرة من الزعتر، وهنا نص معلقة من التوم بودرة، والفلفل الاسود نص معلقة صغيرة برضو، ونص معلقة صغيرة برضو من الشطة لو حابين. تمام كده، حطيت بقى كل التوابل مع بعضها، حطيت التوم كمان، وادي عصير الليمون، ومعايا ربع كوباية من الزيت، زيت زيتون او زيت ذرة، اي زيت مش هتفرق كتير. وادي المستردة بتاعتي، هحط منها ما يعادل تقريبا كده معلقة تكون كبيرة، انا مش عارف بالمعلقة عشان ده تقريبا كده معلقة بس. وهحط الملح بتاعي على قد الكمية، كمية الفراخ اللي انا هستخدمها، وهقلب بقى كل الميكس ده كده ايه مع بعضه. وممكن في الكبة تعملوهم في الكبة، وممكن كده بالمعلقة عادي، ما فيش مشاكل خالص، المهم تخلطوا كل المكونات مع بعضها. ممكن كمان في الخطوة دي تدوقوها لو محتاجة يعني ملح او حاجة، لو مش بتعرفوا تظبطوا الملح قوي. وبس كده، دي التتبيلة بتاعت الفراخ. خلصت التتبيلة وجبت بقى الفرخة بتاعتي اللي انا هتبلها. ادي الفرخة كده كاملة، وهقسمها كده من النص، من عند البانيه او من عند الصدر، عشان خاطر الصدر بيبقى تخين شوية، فيتشرب التتبيلة معايا ويستوي بسرعة. فهقسمها كده نصين وبس، هسيبها كده. جبت بقى التتبيلة بتاعتي دي، بصوا هشبع الفراخ كلها بيها، يعني حاولوا تتبلوا من فوق ومن تحت ومن تحت الجلد كده، يعني هملاها خالص بالتتبيلة، مش هسيب حتة غير لما احط فيها تتبيلة. والتتبيلة دي كمية حلوة وكمية كبيرة، فهتبلها بقى براحتي، يعني من تحت الجلد على قد ما اقدر، ومن فوق الجلد ومن كل حتة. كمان هتبل بيها البطاطس، وهقول لكم ازاي دلوقتي، بس مش هنتبل البطاطس دلوقتي، يعني هنتبل الفراخ الاول، وهنسيبها في التتبيلة على الاقل 3-4 ساعات. عايزين تسيبوها ليلة كاملة سيبوها، بس على الاقل سيبوها تتشرب كده من التتبيله 3-4 ساعات، ما تستعجلوش عليها. وحطيت طبعا من فوق الجلد عشان ده هيدي لون حلو جدا معايا ساعه السوا. وبس كده، وادي الفراخ بتاعتي اتبلت. هجيب بقى الاسترتش واغطي الفراخ، وهسيبها في التلاجة لحد ما اجي اسويها. انا سبتها تقريبا 4 ساعات، ما سبتهاش اكتر من كده، سبتها تقريبا 4 ساعات. حطها بقى في التلاجة، بصوا شكلها عامل ازاي، فظيعه. واللون بقى في الاخر هيطلع ما اقولكوش. وادي بطاطس، برضو على حسب بقى الكميه برضو اللي انتوا عايزينها. دول كانوا بطاطس، دول 4 بطاطسات بس حجمهم كبير، يعني مش بطاطس صغيره، دول حجمهم كبير. قطعتهم كده حلقات تكون تخينه شويه، عايزاهم تخان شويه عشان هيقعدوا وقت في الفرن
وما يتهروش معايا، فانا هقطعهم حلقات تكون تخينة شوية مش رفيعة. ماشي، وافتكروا دي كويس جدا عشان الفراخ هندخلها في الفرن تقريبا هتقعد معايا ساعة ونص او ساعة وربع، فالبطاطس ما تتهريش معاكم، فاعملوها حلقات تخينة شوية. ماشي كده وهقول لكم ازاي دلوقتي هنتبلها بنفس التتبيلة دلوقتي بتاعة الفراخ، وندخلهم هما الاتنين في صينية واحدة في الفرن على طول، مش هنحطهم فوق البوتاجاز ولا اي حاجة، هدخلهم على الفرن على طول. طلعت بقى الفراخ، حطيتها في الصينية دي، وبباقي التتبيلة اللي كانت في الصينية تبلت بيها البطاطس، قلبت فيها كده البطاطس وتبلتها هي كمان من نفس التتبيلة، وابتديت بقى ان انا ارص في البطاطس يمين شمال الفراخ وفي النص، وخلصت كمية البطاطس بتاعتي كلها. بصوا بقى شكلها فظيع، مش محتاجة اي حاجة. هنا كنت في الكاتل كنت غليت كوباية مية مغلية او كوبايتين، يعني زي ما تحبوا. لما تزودوا المية شوية هيزيد الصوص اللي معاكم في الاخر شوية، يعني حطوا كوبايتين مية وسيبوها براحتها. غطيتها بقى بورق الفويل، وفي الوقت ده كنت مشغلة الفرن على حرارة 200، وهدخل فيه الصينية. بس هفك تاني الورق دلوقتي علشان خاطر نستعد المية، فعادي هحط بقى المية دي مية سخنة مغلية، يعني مش باردة خالص يعني، لا لازم تكون مغلية. حطيت كده الكوبايتين وهغطي عليهم وهدخلهم على طول على الفرن. سبتها قد ايه؟ سبتها ساعة وربع. وفي النص كده عملت حركة احتياطي تقدروا ان انتوا تعملوها. بصوا طلعتها هي من الفرن، شايفين البخار؟ حبيت اشوف الفراخ بس استوت ولا لا، عشان لو كانت استوت هنا كان عدى ساعة الا ربع تقريبا، لو كانت استوت كنت شلت الورق وشغلت الشواية وكده خلاص. لقيتها لسه ما استوتش فسبتها تاني براحتها، ولما طلعتها تاني للفراخ كانت استوت، شغلت عليها الشواية خدت الوش الحلو ده وبس كده. وده كان شكلها كده في النهاية. عملت جنبها رز بشعرية عادي، وقدمتها بعد كده. الفراخ طلعتها مش عارفه اقول لكم هي دايبه ازاي، دايبه كده يعني. انا نسيت اقطعها في الفيديو، ونسيت اوريكم سوى البطاطس ازاي مظبوط جدا، ما اتهرتش معايا، وكل واحده طالعه محتفظه بشكلها يعني. الوقت ده بس احنا كنا مقطعينها قطع يعني تخينة شوية عشان ما تتهريش معايا، وفي نفس الوقت مستوية ودايبة هي والفراخ. الصوص بقى اللي في الصينية ده مش عارفة اقول لكم طعمه عامل ازاي، خطير. وشكل الفراخ اصلا بيتكلم، يعني مش محتاجة كلام كتير. ده كده طبق النهاردة. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم على طول في الكومنتات تحت. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك للفيديو الجميل ده، وسبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.